اليوم حبيت نشارك معاكم مايونيز بدون بيض، تجي رائعة جدا. كما تشوفوا هنايا اللون تاعها شوي خضر لانه فيها المعدنوس، لكن اكيد تقدروا ديروها بيضة عادي كما قلت لكم بدون بيض. والحاجة اللي فيها انها ناجحة مليار بالمية. كوني متأكدة بإذن الله هاد الوصفة عمرها ولا تخيبك، وفيها واحد البنة واش نقول لك ماهيش نورمال. نقول لكم حبوبات نحبكم ونموت عليكم، ما نساوش نصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول لكم حبوباتي معليش تضغطوا لي على زر لايك باش تطلع على فيديو تاعي ويشوفوا أكبر عدد ممكن من المشاهدين فضلا وليس أمرا. لأول مرة تشاهد قناتي ويصادفوها فيديوهاتي حبيبتي ما تبخلينيش من اشتراكك وانضمامك لقناتي، أكيد راح يشرفني وينور. هيا نبداو بسم الله في المقادير وطريقة التحضير، والفيديو راهي قصير يعني مش تزربوا تخرجوا ولا راح نمد لكم اكيد جميع الاسرار. هنا واش عندي علبه ياغورت طبيعي. العلبه هذه تهز ولا ترفد 100 غرام من الياغورت الطبيعي. انا هنايا خدمت به من الثلاجه، جبته وخدمت به، لكن اذا عندك نتيا داك هو نشريتيه بعد خدمي به عادي لانه كان مخبي حتى هو في الثلاجه. وهنايا واش عندي زوز فصوص ولا سنينات تاع الثوم، وعندي هنايا 4 مثلثات تاع الجبن هنايا اي نوعيه عندكم خدموا بها. واذا عندك الجبن هذاك تاع البيدون ولا ديري حوالي ملعقه كبيره معمره مليح ولا ملعقه كبيره ونصف. انا هنا حبيت نضيف لها شويه تاع المعدنوس لانه راح نخدمها في الساندويتشات، لكن اذا راح تخدموا بها سلطه عادي تاعكم ديروها بلا معدنوس، واللي يحب اكيد يدير لها المعدنوس راح تجي كذلك روعه. شوفوا هنايا بلو بغا هذا ميكسور، هذا نحكم نضربها مليح حتى يترحى لي كل شيء مع بعضه. كي نتاكد باللي ترحى كل شيء مع بعضه هذاك الثوم والمعدنوس وكذلك تخلطوا لي مع الياغورت الطبيعي. نفس العلبه هذيك تاع الياغورت الطبيعي كيلت كيله ولا علبه من الزيت النباتي العادي. وهنايا نبقى نخلط مليح ولا نرحي ونضيف الزيت تاعي تدريجيا حتى يختفي هذاك الزيت تماما ويسعد عندنا لا مايونيز ثقيله تسخف. نعطيكم كذلك سر من اسرار نجاح اي نوع من المايونيز، انكم كي تعودوا تضربوا بالبغا ميكسور هذاك ما تطلعوش يديكم، تضربوا برك هكذاك حتى تشوفوا باللي ثقالت لكم هذيك لا مايونيز تاعكم باش تقدروا تطلعوا لو بغا بهذا الشكل. شوفوا لا مايونيز هنا كيفاش ثقالت معايا. بعد ما شفتها ثقيلت انا ضفت لها الليمون، حوالي ملعقه صغيره من عصير الليمون. كما نقول لكم تقدروا تضيفوا لها ملعقه صغيره تاع الخل. هنايا الوقت اللي كنت نضيف فيه عصير الليمون كنت مش قاعده نصور، مي معليش نورمال كما قلت لكم ضيفوا ملعقه صغيره من عصير الليمون ولا حتى الخل، بلا ما ننسى قريصه تاع الملح. ما تكثروش بزاف بما انه الياغورت فيه شويه هكا ملوحيه وكذلك الفرماج. المهم واش نقول لكم فيها واحد البنه رائعه جدا كما قلت لكم كي تعودوا راح ديروا بها لي سالاد ما ديروش فيها هذاك المعدنوس. كذلك بالنسبه للساندويتشات تقدروا تخدموا بها لي ساندويتش، واكيد راح نشارك معكم وصفه رائعه جدا للساندويتش، انتظروها في الفيديو القادم ان شاء الله. كما شفتوا شوفوا كيفاش ثقيله ما شاء الله عليها. نغطيها نورمال هكا ونحطها في الثلاجه حوالي اسبوع وهي في الثلاجه، ما يصرى لها والو، تقعد هي. كنت ديجا شاركت معكم وصفه كذلك تاع المايونيز بالطريقه هذه لكن بالحليب، مختلفه نوعا ما على هذه، لكن القوام تاعها كيما هك بعد. بزاف اللي جربوها ودعاو لي لقات نجاح كبير الحمد لله يا رب. نقول لكم زدتوا جربوا هذه وعينيكم مغمضين، جربوها وردوا لي اكيد في التعليقات كيفاش جات معاكم. نقول لكم حبوباتي تهلاو لي في رواحكم، نحبكم ونموت عليكم. ما تنساوش دعم قناتي، ما تنساوش تبارطاج فيديوهاتي مع حبايبكم وصحابكم. سلام.